شاب هيعيش بره مصر وهيتجوز بره مصر، انا الزمه ليه بشقه جوه مصر؟ يعني انا دلوقتي واحد اتقدم لبنتك وقال لها والله انا هتجوزها بس هعيش بره مصر، هاخدها بقى في اي دوله اوروبيه وهنعيشه بره، او دوله عربيه وهنعيشه بره، فخلاص هي سكنها بره وهديها مهر وهديها شبكه وهجيب لها كل اللي هي عايزاه. انا ليه بقى كأب اجبره ولازم وعافيه ان هو يجيب شقه جوه مصر ويفرشها ويجيب لها اجهزه؟ طب ما انا هفرش بره، يعني انا افرش بره وافرش جوه، افرش بره يجي يقول لك ايه اصل هو، طب افرض هو سابها فهتنزل مصر هتقعد عند ابوها ولا امها، طب ايه المشكله ما تقعد عند ابوها؟ لا يقول لك اصل طب هو لو طلقها او لو هو نزل اجازه هيقعد عند مين؟ الاجازه دي اللي هي شهر، يعني انا اجيب شقه وافرشها عشان شهر، عشان اسبوعين، عشان ثلاثه؟ انا يعني الفكر مش مفهوم. يعني انت دلوقتي خلاص طالما انت رضيت ان انت هتجوز بنتك لواحد هيعيش بره مصر، يبقى خلاص هو يفرش لها شقه بره مصر ويفرش واجهزه ويدفع مهر يا عم ويجيب شبكه ويعمل كل اللي انت عايزه، بس في الاخر ما تقولوش كمان جيب لي شقه جوه مصر. يعني ما مش بالعقل، دي كده كلام مش عقل. قول لي بقى رايك في التعليقات، متفق معايا ولا لا؟ سلام يا محترم.